بالأردن يشارك مجلس صحارى الثقافي للمرة الخامسة على التوالي في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمملكة الأردنية الهاشمية في دورته 40 والتي تقام خلال الفترة من 23 من يوليو إلى 3 من أغسطس 2026. شعار هذا العام إرث يمتد، أجيال تلتقي، في مشاركة تعكس الحضور الثقافي للمجلس، مجلس الصحارى الثقافي، ودوره في تعزيز التبادل الثقافي بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية. معنا من هناك الأستاذ صالح بن سعيد الحمداني رئيس مجلس صحارى الثقافي. أستاذ صالح، يسعد ربي صباحك والحمد لله على السلامة وحياك الله معنا. صباح السعادة والنور والسرور أخي العزيز، صباحكم صباح الياسمين، كل يوم يتجدد إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. متى وصلتوا بالسلامة هناك في الأردن؟ والله الحمد لله وصلنا يوم أمس المساء العصر تقريبا بتوقيت الأردن. كان نقلع من مسقط الساعة 1 ظهرا، والحمد لله أمس استقرينا وكذا، واليوم إن شاء الله تعالى بعد ساعة كذا تبدأ الاستعدادات والترتيبات والتحضيرات لافتتاح الغد، افتتاح المهرجان إن شاء الله يوم الغد بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. كيف الأجواء هناك؟ درجات الحرارة معتدلة، أبرد؟ أكيد أبرد عن هنا، صحيح؟ والله تقريبا امس كان في حدود 30 لما كنا واصلين احنا فقط، 28 كذا درجه. نعم. ولكن بشكل عام جميله جدا في عمان حاليا. بعد ساعه ان شاء الله نتحرك الى جرش. نعم. لكن طبيعه الاردن كذا درجه حرارتها في هذا الوقت وجميله جدا الاجواء وناهيك عن هكذا هي طبعا المكالمات الدوليه، الانقطاع فيها وارد. يحدثنا الأستاذ صالح الحمداني على أساس أنه الفريق المشارك في هذا المهرجان يستعد للذهاب إلى جرش تحديدا استعدادا للافتتاح. أتوقع غدا إن شاء الله بيكون على أن الفعاليات تبدأ في 23. طيب، معنا مرة أخرى انقطع الخط، عذرا منك أستاذ صالح. إذن بعد قليل إلى جرش، صحيح؟ بإذن الله تعالى إن شاء الله. جميل. خلينا نتعرف المستمع الكريم عن هذا المهرجان العريق، مهرجان جرس للثقافة والفنون بالأردن كتاريخ، وأيضا عدد دول المشاركة في